أرواح نفوتو كيف نهار في الجبل مع القرودة تاع الجزائر والمغرب، ولكن في فرنسا. كنت وقت الصباح وشربت قهوتي قدام هذه الشجرة اللي مقابلتني واللي نستنى فيها تثمر بفارغ الصبر ككل عام. لا عرفت وش من شجرة قولولي في التعليقات. بعدها حضرت واحد البيكنيك لينا احنا الكبار، درت فيه سلطة، جمعت فيها كامل الخضرة اللي كانت عندي في الثلاجة، وزدت عليها شوية بيض وشوية دجاج. وللولاد كنت حضرت لهم غير سندويتشات خفيفة بالفرماج والجمبو دجاج وشوية خضرة وفواكه. حاولت ندي كلش معايا لأنه الإسعار كما تعرفوا في ليباخ كانت بزاف غالية، وزيد ما كانش الحلال. وشوفوا هاد لي بواط الصغار اللي نحط فيهم الصلصات باه تقعد لا تاعي فخاش حتى يجي وقت اللي ناكلوها. توكلنا على الله وما نسيناش دعاء السفر، لانه هذا الباخ كيبعد علينا تقريبا ساعة ونص. للناس اللي تسكن في الالزاس راه يكون بين ستراسبورغ وبين مولوز، وقريب بزاف الكولمار وسيليستا. بدينا نخرجوا من لافيل وهنا بدينا نشوفوا هذه المناظر، ما شاء الله سبحان الخالق. الحقيقة استمتعنا بالطريق ونهار كامل كان بزاف شباب. وغير وصلنا كلنا أول حاجة شرينا التذاكر، ومن بعد دخلنا كان واحد الشخص وقفنا وهنا فهمنا كامل الأشياء اللي ما لازمش نديروها للداخل. من أهمها أنه نحافظوا على مسافة السلامة بيننا وبين الحيوانات، حتى لو كان يقربونا احنا نبعدوا عليهم، ما نوكلوهمش مثلا وما نمسوهمش أكيد. هنا دخلنا ولادي كان بزاف عجبهم الحال. كيما تشوفوا القرودة كانوا يدوروا معانا، كانوا بزاف كيوت. كي كملنا من الجولة هذه اللي شفنا فيها كيفاش يوكلوا القرودة وعرفنا المنشأ تاع هاد القرودة انهم جايبينهم كامل من شمال افريقيا، من الجزائر والمغرب، ومن الجزائر تحديدا من بجاية. وكي كملنا من الجولة اللي درناها لداخل كنا لعبنا مع الولاد في هذا الباركور اللي دايرينه خصيصا باش نعيشوا زعما نفس طريقة تعيش القرودة، نطلعوا فوق الأشجار وكيفاش نتسلقوا، ومن بعد في الأخير نكملوه بواحد الغران توبوغان. وكي كملنا كان جا وقت الغدا، هنا كنا خرجت كامل البيكنيك اللي كنا جبناه معانا الحمد لله. زدنا خلينا الولاد يلعبوا شويه في لي ستركتور اللي دايرينهم، وبعد كملنا النهار حتى العشيه من خلاص دخلنا للدار. والحمد لله كان نهار بزاف شباب الولاد عجبهم الحال.